اولا انا صينيه الاب والام، ويعني اصلي صيني ما في مجال اي عرج عربي فيني. اي عرج بعد ها؟ لا والحكي كويتي بعد ما في. بس الحمد لله يعني من احنا صغار ابوي كان يدرس في جامعه المدينه المنوره بالسعوديه، ما شاء الله. فتخرج تخصص اعلام ودعوه وتخصص باللغه العربيه الفصحى، وجاء الكويت يعمل للجاليه الصينيه، فانا يعني يعتبر انه صينيه ولكن تربيت بالكويت. وحبنا للغه العربيه بدا والله من ان ابوي دخلنا مراكز تحفيظ القران الكريم تابعه وزاره الاوقاف، فمني نبع الحب. يعني احنا حسينا ان اللغه فعلا هي وسيله التعبير الاساسيه، حتى ان لقينا باللغه يعني كنا هو بحر وندش ندور فيه على جمال هذا البحر، جمال اللولو، جمال اللغه نفسها، ما شاء الله. فنمى فينا هذا الشغف. انزين وش سالفه الحكي الكويتي وياك؟ يعني انت الحين مواليد السعوديه صح؟ نعم. وعشتي بالسعوديه فتره وباقي حياتك عشتيها بالكويت هنا، ايش سالفه الحكي الكويتي هذا؟ ابوي الله يسلمه والله يحفظه دخلنا مدارس عربيه، في المتوسط حرص انه يدخلنا المعهد الديني. في المعهد الديني مع التعامل مع الطالبات، مع التعامل مع الابلات، اكتسبت اللهجه الكويتيه. اللهجه الكويتيه وسهله ولا صعبه اللهجه الكويتيه؟ صراحه كانت جدا سهله على اللسان ولقطها بسرعه. واللهجه يعني بالبيت جميله. شو تحكون بالبيت؟ صيني، كويتي، لغه عربيه، شو تتكلمون بالبيت؟ ننقسم الى اقسام. ها بعد مقسمين داخل، ما شاء الله، كم عددكم ما شاء الله؟ احنا عددنا يعني انا عندي 5 خوات اكبر مني واخ اصغر مني، فعددنا الكلي 7. ما شاء الله. فانا بيني وبين خواتي نتكلم عربي كويتي. كويتي. الكويتي. انت وخواتك؟ انا وخواتي. ايه. بيني وبين ابوي يتكلمنا اللغه الصينيه عشان ما ننساها. حتى بيني وبين امي يتكلم اللغه الصينيه. وبيني وبين الصينيين اللي احنا نعرفهم بالكويت اللي هم جايين، هم طالبات ابوي قلنا جايين يطلبون المساعده في لجنه تعريف الاسلام، نكلمهم العربي الفصحى. فيعني الحمد لله نمينا كل الجوانب بهذه اللغه. ما شاء الله. وصدق يعني هذا اضاف كثير في شخصياتنا واضاف كثير في نظرتنا للمجتمع.